الاستهلاك مستقبلا، ويدخل كعامل أساسي فيما يسمى بالانتقال الطاقوي، انتقال إلى الطاقات النظيفة أو الطاقات المتجددة النظيفة. ولا يمكن الانتقال بين لحظة وأخرى، فالانتقال يتطلب وقت، وكل الدراسات تعطي نتائج بأن الطلب على الغاز سيستمر وسيكون له نمو حوالي أكثر من 1% كل سنة، حيث يمكن أن يصل أو يساهم الغاز في بين الطاقات الأخرى بحوالي 30 إلى 36% في آفاق 2050-2060. إذن الغاز يبقى مطلوب، ويبقى الطاقة الأكثر نظافة، هو أنظف من البترول وأنظف من الفحم. للوصول العالم بأسره استعمال الطاقات المتجددة فهناك مرحلة انتقالية. المرحلة الانتقالية هذه لا تكون يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين، فهي مرحلة انتقالية تدوم إلى عشرات من السنين وتفوق 2050 و2060، والغاز يكون له مكانه. والمنتدى يدافع على هذه بأن الغاز هو الطاقة الأحفورية الأكثر نظافة، والإنسان يحتاج إلى الغاز حتى ما دام الإنتاج موجود.